لو بتفكر تسرق بنك لازم تاخد معاك طفاية حريق. في 2014 واحد يأجر محل جنب فرع سباركاس ويعلق عليه يافطة صالون حلاقة عادي جدا، وعمال وأدوات داخلين طالعين وبيعملوا تجديدات في المحل طبيعي. لكن اللي مش طبيعي ان هم يفتحوا فتحة في الحيطة اللي بتوصل على خزنة البنك زي فيلم لصوص لكن ظرفاء، وكل شيء مدروس، ويدخلوا جوه الخزنة يفوروا أكتر من 100 خزنة أمانات وياخدوا بعضهم ويمشوا. يجي موظفين البنك يفتحوا البنك الصبح يلاقوا البنك كله بودرة بيضة، يكتشفوا ان الحرامية استخدموا طفايات الحريق عشان يخفوا اي اثر او DNA ليهم في البنك. عزيزي المشاهد عزيزي المستمع، عشان ما تتلخبطش، دي مش السرقة اللي حصلت الشهر اللي فات في جيلسنكيرش، دي الحادثة اللي حصلت سنة 2014 في جيلسنكيرش في بنك سباركاسا لكن فرع تاني. ومن هنا نقدر نقول ان حتى الحرامية بتسرق افكار بعض، ما بقاش في ضمير.